السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. كيف كل رمضان ضروري كنشارك معكم وصفه من وصفات البسبوسه. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه رائعه، هي بسبوسه بالكراميل. كتجي لذيذه بزاف. وصفه البسبوسه راكم عارفينها، هي من التحليات الرمضانيه اللي كتكون مطلوبه بزاف وكتكون سهله في التحضير، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تنساونيش من تعاليقكم ولايكاتكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي هنا نص كاس ديال السنيده، كاس الا ربع ديال زيت المائده. غنخلي لكم القياسات بالغرام في صندوق الوصف. عندي هنايا 200 غرام ديال السميده ديال الحرشه، كيس خميره كيماويه، وكيس ديال سكر الفاني، 2 علب ديال ياغورت ديال الكراميل تيكون فيهم 80 غرام في كل وحده. وعندي هنايا القالب ديالي اللي دهنته بالزبده مزيان ودرت عليه هذا السميده. القطر ديال القالب 24 سنتيمتر. في البول غادي ندير 2 ديال البيضات، سنيده وداك الفانيلا. انا درت كيس ديال الفاني وزدت مازال النكهه ديال النكهه ديال الفاني، كيبقى لكم الاختيار، غير هو الكراميل والفاني كيتواتاو مزيان. ما ديروش داك سميتو الساشي ديال المزهر، هذه مختلفه. هاد البسبوسه يعني مغايره على هذوك البسبوسات اللي موالفين حنايا. صافي هنايا غادي نطربوه بالطراب الكهربائي حتى كيبيض لينا داك الخليط. تقدروا تخدموا غير بالمضرب اليدوي، المهم ان داك الخليط ديالكم يفتح اللون ديالو. كنضيفوا الكميه ديال الزيت تدريجيا، غير كتبان لكم انها تجانست مع الخليط ديالكم صافي كتحبسوا من التطراب. كنزيدوا الياغورت ديال الكراميل وكنعاودوا نطربوا غير حتى كيبان لكم انه دخل في الخليط ديالكم وصافي كتحبسوا. كيف قلت لكم ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي وممكن ديروا الطراب اليدوي عادي، المهم العناصر كيكونوا متجانسين. صافي هنايا كنحيد الباتور وكندوز نزيد السميده ديالي، 200 غرام ديال السميد ديال الخاص بالحرشه، كنضيفو على 2 ديال الدفعات. واخر حاجه كنغربلو الخميره الكيماويه فوق الخليط ديالنا وكنحركوه غير بالسباتول حتى كنتاكدوا انها دخلت مزيان في الخليط ديالنا. كنخليو الخليط ديالنا يرتاح واحد 5 دقائق ومن بعد كنديروه في القالب اللي وجدنا من قبل. البسبوسه كنطيبها على 180 درجه، كنشعل من الفوق والتحت وكنحطها في الرف التحتاني، تنخليها تقريبا خدات ليا 30 دقيقه بالضبط. مباشره تحيدوها من الفران، كتاكدوا انها محيده من المول مزيان. انا واحد المرحله ما تصورت ليش، لان عمر ليا التليفون وما ما تصورش ليا ديك المرحله ديال السقي ديال البسبوسه. باينه هي راه واضحه، كاس ديال الماء ونص كاس ديال السنيده وكيس ديال السكر الفاني اللي كنطبخوه مزيان حتى كيتعسلوا. المهم حتى كيتحصلوا على واحد السيرو، راه باين القوام ديالو، وكتسقيوها بها وكتخليوها حتى كتبرد. بيد ما كتوجدوا الكريمه ديالكم كتجي صراحه هشيشه وزوينه بزاف هاد البسبوسه. لتحضير الكريمه غنحتاج عندي 2 معالق كبار ديال السنيده، كيس ديال السكر الفاني، غنحتاج 2 معالق ديال المايزينا، 4 ديال الحليب اللي هي 2 كيسان الا ربع. عندي هنا 2 علب ديال الجبن الطاري، انا استعملت هذا كيكون فيه تقريبا 80 غرام. وغنحتاج المعلقه كبيره ديال الزبده. اول حاجه غنوجد واحد الكراميل بديك 2 معالق كبار ديال السنيده. غادي ندير كراميل سيك، يعني بدون بلا ما تزيدوا ليه لا ما لا والو، غير كديروه وكتشعلوا عليه وكتخليوه على عافيه متوسطه. في نفس الوقت غادي ناخذ واحد الكاس ولا بول وغندير فيه نخلط فيه العناصر الاخرى اللي هي الحليب، المايزينا والفاني، وتنخلطهم على البارد بيد ما كيوجد ليا داك الكراميل.
انا هنايا نسيت ما شعلت على الكراميل. المهم وجدت بعدا هاد المايزينا انني ندوبها في الحليب، لانها خصها ضروري تذوب في حليب اللي كيكون بارد. صافي كتخلطوها حتى كتاكدوا انه المايزينا ديالكم دابت، وكتسناو على الكراميل حتى كيوجد. انا هنا زدت شويه ديال لاباط ديال الفاني، كيبقى اختياري. المهم كتنسموها بالفانيلا، يا اما ديروا كيس اولا 2 اكياس على حسب. هنا تجانس ليا الخليط وكنتسنى الكراميل ديالي يوجد. صافي هنايا راه كيوجد لان الكميه قليله، كيوجد دغيا. عندكم اللي يتحرق لكم، الا تحرق راه غيخلي لكم المروره في الكريمه. صافي هنايا ملي تكراميليزا غنزيد ليها هذاك الخليط ديال الحليب والمايزينا شويه بشويه. واخا كيتكتل داك الكراميل ماشي مشكل، غير بقاو تخلطوا حتى كيسخن داك الحليب وكيذوب فيه داك الكراميل، لان ما يمكنش لكم تسخنوا الحليب فيه المايزينا. صافي هنا بقيت كنخلط مزيان فوق نار اللي تكون متوسطه حتى داب ليا داك الكراميل، ومع التحريك المستمر ضروري لان فيه المايزينا باش ما تكتلش لكم لتحت، حتى كيبان لكم ان داك الخليط اولا الكريمه عقدت لكم. صافي هنا ملي كتحصلوا على هذا القوام هذا، كيف كتلاحظوا راه ما كيكونش ثقيل بزاف ولكن كيكون عقاد لكم. صافي هنا غادي تزيدوا ديك المعلقه ديال الزبده ونخلطوا مزيان. ديك الزبده كتزيدوا واحد اللمعه وكتزيدوا حتى مذاق زوين. من بعد كنحيدوه من فوق النار وكنزيد دوك 2 ديال العلب ديال الجبن الطري، وكنبقى نحرك حتى كيتجانسوا مزيان. وضروري مباشره ما تساليو زعما تحركوا وتاكدوا ان الكريمه ديالكم متجانسه، كتخويوها مباشره فوق القالب لان دغيا كتجمد. صافي هنا كنخليها في هكا حتى كتبرد ديك الكريمه وكندخلها للثلاجه. انا دائما كنديرها ليله قبل لان كتزيد كتشرب داك المذاقات ديال الكريمه والسيرو داكشي كتجي زوينه بزاف. انا هنا عندي شويه ديال الكركاع اولا داك النوا د بيكون، وعندي هنا شويه ديال سميتو لاكاجو اللي كراميليزي. هذا كنت خديته غير من عند هادو ديال اللي كيبيعوا هادشي ديال الزريعه وفواكه الجافه. صافي غير كفكره نتوما زينوا باش ما بغيتوا تقدروا تزينوا بخطوط ديال الكراميل، تقدروا ديروا اللوز مهرمش. المهم كيبقى لكم الاختيار. هذه غير فكره من الافكار ديال التزيين وصافي. صافي كيف كتلاحظوا كتجي الصراحه زوينه بزاف، لا في المنظر ولا في المذاق. كتقدموها هكا لضيافكم ولا لوليداتكم هكا في هذا الشهر المبارك، وكتشربوها مع كويس ديال القهوه ولا هذا. دائما مورا التراويح تنبغيو شي حاجه حلوه، وكان دائما كنميلوا لهاد البسبوسه بجميع الاشكال ديالها. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، طبقوها درسوا تطبيقاتكم كيف العاده. الا عندكم شي وصفات اللي محتاجينها في رمضان هذا خليوهم لي في التعاليق وان شاء الله نحاولوا نوجدوهم جميع. شكرا على الوفاء ديالكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.